السلام عليكم اصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نهضروا على البنك الالكتروني سكريل، طريقه انشاء ديال الحساب، كيفاش نديروا التوثيق ولا تفعيل الحساب، الشحن ديال الرصيد سكريل والسحب ديال الرصيد سكريل. اذا تبع معايا الفيديو مزيان. اي واحد للاشاره بغى رصيد ديال سكريل ولا بغى يبيع السولد سكريل ولا بغى يشري رصيد ديال سكريل يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي غادي تلقاوها في الصندوق ديال الوصف. ملاحظة أخرى غادي نأكد عليها في هذا الفيديو هذا: أي واحد بغى يشري رصيد ديال سولد سكريل يحاول ما يدخلوش من لاكارت بونكير سوا فيزا ولا ماستر كارد، لأنه السولد ديال سكريل ما غاديش يخدم ليه. ضروري خصك تشري رصيد ديال سكريل اللي يخدم ليك، سواء كنتي كتداول في الفوركس ولا كنتي كدير لي بيتين ولا لي جيم ولا الجيم بلين ولا شي حاجه بحال هكا، فبالضروره خصك تشري رصيد ديال سكريل. واي واحد بغى يبيع عنده اي كميه كيف ما كانت يتواصل معايا في نمره الواتساب كيف ما قلت لكم، اللي غنخليها لكم في الصندوق ديال الوصف. ما نطولش عليكم، كتمشيو لجوجل كتكتبوا سكريل.com، كتجيو كديروا ريجيستر وكتعمروا المعلومات. هنايا كيف ما كتشوفوا الخانه الاولى سميتكم، كنيتكم، الدوله ديالكم، العمله حددوها في الدولار، الايميل ديالكم والباسورد، وكتكليكيو على هاد العلامات. انا غنعمر المعلومات ونكمل معكم الفيديو. اذا من بعد ما عمرت المعلومات غادي نكليكي على ريجيستر. اذا هنا كيقولوا لك فيريفي يور ايميل، غادي نمشيو للايميل ديالنا وغادي نكليكيو على الميساج. اذا كيف ما كتشوفوا مشينا للايميل لقينا هذا الميساج هذا، غنكليكيو على لوغين. بعد نكليكيو على جوجل كروم، من بعد غادي ندخلوا المعلومات ديالنا اللي تسجلنا بهم. اذا من بعد ما كتسجلوا كطلع لكم الواجهه على هذا الشكل التالي. اذا اول حاجه هو باي اونلاين، كنكليكيو عليها. اذا كيف ما كتشوفوا خصنا نتبعوا هذه الخطوات. الخطوه الاولى كنكليكيو على get started. الخطوه الثانيه هو كنعمروا هاد المعلومات هادو. عندنا لادريس وخصها تكون معلومات حقيقيه بخصوص اللي عندنا في لاكارت ناسيونال تاعنا. اذا عندنا الخطوه لادريس الثانيه ماشي مهمه. لادريس الاولى عمرو ديما هادو اللي فيهم النجيمات في الاخر، السيتي نتاعنا، مدينتنا، بوستال كود، تاريخ الازدياد، سورس اوف واليت غادي ديرو مثلا كدير تريدين غدير تريدين، كدير مثلا افيلييت غادي دير الافيلييت، تقريبا ولا عمرهم كاملين. شوف نتوما على حسب شنو كديروا. اذا انا على سبيل المثال غندير تريدين مثلا وندير افيلييت. وهنايا غادي تجيو بريماري غادي ديروا send and receive money ولا غادي ديروا فوركس. وهنا كديروا نمرة ديال التليفون ديالكم. انا غادي نعمر المعلومات ونكمل معكم. اذا من بعد ما كليكيت next غادي يوصلك واحد النمرة ولا واحد الكود في النمرة ديال التليفون. انا غادي ندخلو دابا، راه وصلني. ومن بعد كنديرو فيريفي. اذا سالينا الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه غنكليكيو على كونتيني. اذا عطينا الخطوه الاولى، عطينا الخطوه هو اننا نحطو الفلوس في الحساب ديالنا. اذا كاينين جوج طرق. كيف ما قلت لكم في البدايه، ما تشارجيوش الحساب ديالكم بلا كارت بونكير الا بغيتو تخدموا بداك السولد، لانه راه ما غاديش يخدم لكم. ولكن هنايا ممكن اننا ندخلو على الاقل واحد 10 دراهم ولا دولار ولا $2، هي باش نكملو الفيريفيكاسيون تاعنا بلا كارت بونكير. ومن هنيت كيكونوا الاقتطاعات كيتنقصوا لنا الاقتطاعات. كنكليكيو من بعد ديبوزيت نو، كندخلوا المعلومات ديال لاكارت بونكير نتاعنا. ولا كتشوف تعرف شي واحد كيبيع السولد ديال سكريل، كتقدم من عنده السولد ديال سكريل كيصيفط لك الحساب ديالك غير بالايميل. كيف ما قلت لكم اي واحد خصو السولد ديال سكريل بغا يشري ولا بيبيع يتواصل معايا. غادي نخلي لكم النمره في الصندوق ديال الوصف. صافي، اون فوا كندوزو هاد الخطوه هادي كتبقى لنا خطوه ديال الريدي. خطوه الريدي غادي تجي من بعد، غادي تاكتيفيو فيها الجي بي اس نتاعكم وغادي تعمروا بعض المعلومات نتاعكم.
ومن بعد غادي يطلبوا منكم انكم تصوروا لهم وثيقه، لاكارت ناسيونال ديالكم، وديروا سيلفيه وتصوروا لهم سواء رولوفي ديال البنك نتاعكم ما يدوز تقريبا التاريخ نتاعو ما يكونش دايز 3 شهور، وهكا في اقل من 24 ساعه ولا 48 ساعه كيتاكتيفا الكونت نتاعكم ديال سكريل، كيولي كونت فيريفي. اذا الطريقه راه سهله، راه ما صعيبه ما والو. ومن بعد انستاليو لابليكاسيون ديال سكريل وتبداو تدخلوا بالايميل نتاعكم والمود باس باش تسجلوا. الطريقه راه سهله جدا، ما صعيبه ما والو. وكيف ما قلت لكم، اللي محتاج رصيد ديال سكريل في اي كميه كيف ما كانت، واي واحد عنده اي كميه كيف ما كانت ديال صول ديال سكريل بغا يبيعها، يتواصل معايا في نمره الواتساب اللي غنخلي لكم في صندوق الوصف. هادشي اللي كاين الاصدقاء في هذا الفيديو هذا. طالنا في راسكم، موعدنا في فيديو اخر، الى اللقاء.